عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ظهر اليومين دول ترند جديد اسمه المكشكشة وقالب الدنيا، وكل الناس عايزة تعرف مكوناته بسبب سعره المبالغ فيه جدا. طبعا سعرها 450 جنيه، انتوا متخيلين؟ طب انا بقى بالصينية اللي انتوا شايفينها دي ولف الجلاش انا هعمل مقدار 2 من المكشكشة اللي بتتباع ب450 جنيه، يعني 2 بسعر 900 جنيه. يلا مع بعض نشوف الطريقة الأسهل والأقرب للمكشكشة الأصلية من غير عقد، وكمان ايه البدايل اللي ممكن نستبدلها وما تأثرلناش على طعم الأصلي للمكشكشة. مقدار الصينية اللي انتوا شفتوها في الفيديو خد مني 3 كوبايات من الحليب و3 معالق من السكر و3 معالق من الكاستر. ضفت هنا ال3 كوبايات من الحليب الأول، وبعدين ضفت لهم كل كوباية معلقة كبيرة من الكاستر ومعلقة كبيرة من السكر. السكر هنا تقدروا طبعا تقللوا أو تكتروا في الكمية على حسب ذوقكم، بس أنا هنا بالنسبة لي كده مظبوط. بدأت كده أقلبهم الأول ضروري على البارد، بعد كده حطيتهم كده على نار متوسطة مع التقليب المستمر، عطانا الشكل الكريمي والناعم بالشكل ده كده. بعد كده صبيتهم كده في بولة علشان تهدى شوية، وبعد كده هضيف لها شوية إضافات هتعزز من طعمها وهتدينا الطعم الأصلي بتاع المكشكشة الجاهزة. قلبتهم كده شوية وده ضروري علشان خاطر ما تعملناش كلكعة لو بردت شوية. بعد كده بدأت أغطيها كده بالكيس، وبعدين ركنتها لحد ما تهدى شوية. بدأت بقى أجيب لفة الجلاش والصينية بتاعتي، بدأت أدهنها. قبل ما أدهنها بقيس كده طول الجلاش على طول الصينية علشان تطلع مظبوطة معايا وما يبقاش فيها زيادات، والزيادات دي هحطها في نص الحشوة علشان كمان مش هرمي منها أي حاجة. بدأت أدي دهنة كده بسيطة من السمنة للصينية من قاع الصينية، وبعد كده بدأت اخد كل ورقة جلاش اطبقها 2، وبعدين امسح كده بالسمنة فرشة سمنة كده من بينهم، وهكذا لحد ما خلصت نص كمية الجلاش. ومش هعمل الكشكشة دي دلوقتي لحد ما احط الكريمة، بعد ما اضيف لها الاضافات اللي انتوا هتشوفوها دي اللي هتعزز من طعمها وتخلي الطعم بتاعها قريب جدًا من اللي هي المكشكشة الأصلية، وهتدينا طبعًا نفس الطعم وطعمها هتبقى حلو أوي وغني جدًا. حطيت كده نُص الكمية والنُص التاني هابدأ أركنه، هالفه وهاركنه علشان ما ينشفش مني. نيجي بقى للكريمة بعد ما رصينا نُص لفة الجلاش، جيت بقى للكريمة هاضيف لها بقى الإضافات اللي أنتم هتشوفوها دي، معلقتين كبار مليانين من الكريم شانتيه، طبعًا ده من غير سكر. بدأت أضيف له بدأت كده أضرب بالمضرب زي ما أنتم شايفين علشان الطعم كله يتعزز بالكريم شانتيه مع الكاستر، وبعدين هاضيف لها بقى الإضافة الأخيرة اللي هي معلقة من الحليب المكثف، لو متاح عندكم ضيفوا له علشان هي بتبقى أصلًا فيها الحليب المكثف، وكمان هتعزز لي الطعم وتخلي الطعم حلو جدًا. طبعًا أنا عاملاه في البيت ضفت معلقة واحدة بس، أنا مش عايزة أكتر منه. بعد كده بقى عطانا بقى بعد ما ضربته عطانا الشكل الكريمي الحلو اللي انتوا شفتوه ده. وبعدين الحتت اللي أنا والزيادات اللي أنا طلعتها من لفة الجلاش بدأت أحطها كده في النص ورشيت عليها رشة بسيطة من السمنة. بعدين ضفت بقى الكريمة الكاستر بتاعتي كلها كده ونزلت كل الكمية، وبدأت كده بقى أفردها في الصينية كلها بتساوي كده مظبوطة. وبعد كده بقى ركنتها بقى، اديتها خبطة بسيطة كده علشان تتجانس، وبعدين ركنتها. النص التاني بقى فاكرين المراوح بتاع زمان اللي كنا بنعملها في الحر واحنا صغيرين ونهوي بيها كده؟ هي دي بالظبط المراوح الورق. احنا هنعمل بالظبط نفس الفكرة دي في الكشكشة الطبقة المكشكشة من فوق. طبعا للأمانة أنا عملت الكشكشة بالعرض علشان تديني كشكشة أكتر وتكون الشكل الأقرب للمكشكشة الأصلية. طبعا فعشان كده استعملت كمان تلت أو نص لفة جلاش على اللفة اللي أنا استعملتها. فانتوا طبعا لو هتعملوها بطول الصينية وهوريكم ازاي،
لو بطول الصينية هتاخد منكم بس لفة واحدة بس من الجلاش، نصها هتحطوها في القاع وبعدين تحطوا طبقة الكريمة، والنص التاني هتكشكشوه مراوح بالشكل ده وتحطوها فوقيه. بعد كده بقى هاخلّص كل الكمية عندي وكل الزيادات والورق اللي بيتقطّع ده اللي هو نشف باحطه على طبقة ما بارميهوش، ما باخلّيش منها حاجة أبدًا، وبعد كده بقى باخلّص بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وبتبقى بالشكل الجميل ده. بعد كده بقى بادّي لها كده رشة سمنة محترمة من فوق، خدت مني حوالي 3 معالق كبار أو معلقتين كبار مليانين من السمنة. بعد كده شغّلت الفرن من تحت، وبعدين حطيتها أول 10 دقايق من تحت، بعد كده فتحت عليها الشواية دقيقتين وخدت اللون الجميل ده من فوق ومن تحت. بعد كده بقى سقيتها بكوباية واحدة من الحليب، كوباية صغيرة كده من الحليب، وحطيت عليها معلقة من اللبن المكثف. بعديها على طول سقيتها بكوباية صغيرة من الشربات من فوق، وهنا الشربات بتاعها بيبقى سكره خفيف، وكمان يعني مش بنسقيها جامد زي الجلاش العادي بالشربات. بعد كده بقى عايزة أقول لكم شُفتوا اللي هو القالب اللي أنا وريته لكم ده في الفيديو، عايزة أقول لكم يعني في الفيديو إن المقدار اللي بييجي قد بالضبط القالب اللي أنتم شُفتوه ده، وعمل لي مقدارين. فطبعًا أنا مش هاحطها في القالب، فأنا النهارده هاقدّمها بصينيتها زي ما أنتم شايفين، وهاقدّمها الشكل النهائي بتاعها في الأطباق. وطبعًا تقدروا من فوق تضيفوا لها المكسرات اللي عندكم فول مجروش حطوه من فوق، وكمان رشة بسيطة كده من الحليب المكثف، معلقة أو معلقتين من الحليب المكثف. طبعًا هُم بيحطوا لها من فوق رشة بسيطة جدًا من الفستق، وممكن يكون ده هو اللي مغليها، وكمان رشة بسيطة من الحليب المكثف، وبتكون بالشكل اللي أنتم بتشوفوه الأصلي بتاعها. نتكلم بقى عن البدايل. الفستق هنستبدله بكاجو مجروش أو فول سوداني مجروش، وطبعًا هتبقى رشة بسيطة فمش هتكلفنا كتير. نيجي بقى على الحشوة الأصلية اللي هي الكريم باستري، هنستبدلها باللي هي بودرة الكاستر مع الكريم شانتيه ومع معلقة الحليب المكثف، وتقدروا طبعًا تستغنوا عن معلقة الحليب المكثف فهتديكم نفس الطعم. هنا بقى هنا بقى الحليب المكثف تقدروا تستبدلوه بمعلقة كده للتزيين من الكريم كراميل، وكمان تقدروا تقدموها بالمكسرات زي ما أنتم شايفين كده. باتمنى الفيديو يكون عجبكم وأكون وصلت لكم للطريقة الأقرب للمكشكشة. ما ننساش نعمل لايك للفيديو ومتابعة لو أول مرة تشوفوا القناة، ورمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين.